الحكاية دي مش قصة حب ولا فيلم رومانسي. الحكاية دي عن حتة خرطوم. والله زي ما بقولك كده، حتة خرطوم عمري ما شفت زيها في حياتي، لا في الحقيقة ولا حتى في الخيال. والمصيبة إن كل ده حصل في مكان المفروض يكون أمان وطمأنينة، عيادة دكتور نسا وتوليد. أنا اسمي سارة، عندي 37 سنة، متجوزة، وجوزي أحمد مسافر. إحنا عشنا سنة واحدة بعد الفرح، كانت أحلى أيام عمري. وبعدين خد قرار السفر عشان يعمل مستقبلنا ويجيب لنا شقة ويصرف على العيل اللي كان جاي في السكة. كان صعب عليا طبعا، بس هو ده حال الدنيا. سابني وأنا حامل في الشهور الأولى، وعدني إنها فترة وهتعدي. قعدت في شقتنا، كل ركن فيها بيفكرني بيه. أهلي كانوا جنبي طول الوقت، بس الوحدة بالليل كانت بتقتلني. كنت بحس إن الحيطان هتطبق عليا. كل يوم شبه اللي قبله، أصحى أفطر لوحدي، أكلم أهلي في التليفون، واستنى الاتصال اللي بيجي من أحمد كل كام يوم بسبب فرق التوقيت والشغل. حياتي كلها بقت انتظار في انتظار. مع الوقت بطني كبرت والحمل بدأ يتقل، والخوف بدأ ياكل في قلبي. دي كانت أول مرة ليا وما عنديش أي فكرة عن أي حاجة. كل اللي بسمعه حكايات مرعبة عن الولادة، ناس تقول الولادة الطبيعية صعبة جدا، وناس تانية تقول القيصري أريح. كنت تايهة ومشتاقة، وجسمي نفسه محيرني. أنا ست مليانة، طولي كويس، وزني 85 كيلو، وجسمي جامد وملفوف، وكنت خايفة ده يأثر على الولادة. في يوم كنت قاعدة مع ندى صاحبتي الأنتيم، كنا بنشرب شاي بالنعناع في البلكونة، والدنيا ليل. حكيت لها عن كل اللي جوايا. قلت لها بصوت مخنوق: يا ندى، أنا مرعوبة ومش عارفة هعمل إيه. كل يوم بصحى على كابوس جديد، خايفة من الطبيعي وخايفة من القيصري، ومش فاهمة أختار إيه. وجوزي بعيد ومش عايزة أشغله بالهموم دي، كفاية الغربة اللي هو فيها. ندى بصت لي نظرة كلها شفقة وقالت: يا حبيبتي، ما تقلقيش خالص، كل ده مقدور عليه. أنا عارفة دكتور محدش بيختلف عليه، اسمه الدكتور محمود، فنان في مجاله. العيادة بتاعته دايما زحمة من شطارته. هو اللي هيطمنك وهيقولك الصح، حالتك تسمح بولادة طبيعية ولا القيصري أحسن ليكي وللبيبي. كلامها ريحني شوية، وحسيت فيه بصيص أمل. قلت لها بجدية: يا ندى، لو تظبطيها معايا وتوديني عنده يبقى ليكي جميلة مش هنساها طول عمري. ضحكت وقالت: عيوني ليكي يا سارة، يلا بينا نحدد معاه ميعاد. وفعلا كلمت السكرتيرة بتاعته وحددت معاه ميعاد. يومها صحيت من النوم وقلبي مقبوض. لبست هدوم واسعة وندى عدت عليا وطلعنا سوا. أول ما دخلنا العيادة حسيت برهبة. المكان قديم شوية بس نضيف، ريحة المطهرات والدواء مالية الجو. كراسي الانتظار مليانة ستات، كل واحدة فيهم شايلة هم شكل. استنينا دورنا حوالي ساعة، وفي الآخر نادوا على اسمي. الممرضة دخلتنا أنا وندى. أول ما بصيت على الدكتور محمود حسيت بحاجة غريبة. هو مش مجرد دكتور، كان كتلة وجود طاغية. راجل طويل جدا، عريض، جسمه رياضي باين من تحت البلطو الأبيض، ليه هيبة رجولية، ودقنه خفيفة. صوته عميق وهادي، وفي نبرة بتفرض عليك الاحترام. بص لندى واتعامل معاها كأنه يعرفها من زمان، وبعدين بصلي. نظرة مش نظرة دكتور لمريضة، كانت كأنها بتخترقني، كأنه بيقراني من جوه. الدكتور بدأ يسألني أسئلة روتينية عن الحمل، وأنا بجاوب بصوت واطي ومكسوفة من غير سبب. ندى كانت قاعدة تتكلم وتشكر فيه، وتقوله إني زي أختها، وإنه لازم يهتم بيا. هو كان بيسمعها بس عينه عليا أنا. عمل كشف مبدئي، إيده كانت كبيرة وتقيلة بس في نفس الوقت فيها حنية، وهو بيتحرك على بطني كان مركز جدا. قال لي: مبدئيا كل حاجة كويسة، بس محتاج دقة أكتر عشان أحدد الفصل النهائي من نوع الولادة. وبعدين قال: لازم تجيلي بكرة لوحدك عشان نعمل كشف داخلي ونشوف وضع الرحم بالظبط. كلمة لوحدك دي رنت في وداني. ليه لوحدي؟ بس ما سألتش، هزيت راسي بالموافقة. واحنا ماشيين لمحته واقف عند باب مكتبه، كان ضخم وظله مالي المكان. رجعت البيت ونمت،
بس صورته ما كانتش راضية تروح من بالي. يمكن عشان أول مرة أشوف دكتور بالهيبة دي، أو يمكن عشان نظرته اللي حسيتها مختلفة. قعدت أفكر في كلامه وفي إيده السخنة اللي كانت على بطني. حسيت بشعور غريب، خليط بين الخوف والفضول. تاني يوم صحيت وجهزت نفسي وأنا بحاول أهدي قلبي اللي كان بيدق بسرعة. رحت العيادة لوحدي المرة دي. لقيت الدنيا أزحم من المرة اللي فاتت، كأن البلد كلها بتكشف عنده. الممرض كان راجل كبير في السن، وشه مكشر. قال لي بحدة: اقعدي استني دورك يا مدام، قدامك 6. حسيت بإهانة وتعب، بطني كانت بتوجعني ومش قادرة استنى. قلت له بصوت ضعيف: أنا تعبانة قوي ومش هقدر استنى كل ده. أنا كنت هنا امبارح والدكتور قال لي أجي النهاردة ضروري. ببرود قال: هو اللي قال وأنا اللي بنفذ، قومي استني. كنت على وشك أعيط من القهر والتعب. فجأة باب العيادة اتفتح، وسمعت صوت الدكتور محمود من جوه بصوت عميق: المدام اللي جت امبارح وصلت؟ الممرض رد: أيوة يا دكتور، قاعدة بره. الدكتور قال بحزم: طب مستني إيه؟ دخلها فوراً قبل أي حد. الدنيا نورت في وشي. الممرض بصلي باستسلام ودخلني. أول ما دخلت قفل الباب ورانا. حسيت إن الهوا في الأوضة اختلف. كان واقف مستنيني وابتسامة خفيفة على وشه. قال لي بصوت هادي: اتفضلي، استريحي على الكشف. قعدت على الكرسي وجسمي كله بيرتعش. بدأ الكشف. في الأول كان كشف عادي جدا، لكن لمساته بدأت تتغير. ومن هنا بدأت علاقة غريبة تجمعني بالدكتور محمود. بقيت أروح له العيادة وأنا عارفة إيه اللي هيحصل. كان بيتعامل معايا بشكل مختلف عن باقي المريضات. كان بيدخلني أول واحدة، ويقعد يتكلم معايا عن حياتي، عن وحدتي، وعن سفر جوزي. كان يخليني أتكلم وهو يسمعني باهتمام حقيقي. كنت بحس إني مهمة. لحد ما جه ميعاد الولادة، وهو اللي عمل لي العملية القيصرية. ولدت، وجبت أحلى ولد في الدنيا. أول ما فقت من البنج وشفت ابني في حضني، حسيت بسهم بيخترق قلبي. بصيت في وشه البريء وحسيت إني دوست على كل حاجة حلوة في حياتي. جوزي كلمني وهو بيعيط من الفرح، وبيشكرني إني جبتله ولي العهد. وأنا كنت بسمعه ودموعي نازلة. بس دموعي ما كانتش دموع فرحة، كانت دموع ندم وقهر. دلوقتي ابني كبر وبقى شقي، يجري قدامي، وأنا عايشة معاه في نفس البيت اللي شهد على خيانتي. كل يوم أبص في المراية وأسأل نفسي: إزاي عملت كده؟ أنا خنت الراجل اللي بيتعب وبيتغرب عشاني وعشان ابنه. ضميري بيعذبني ليل ونهار. بحس إني ست فاشلة، والندم هيموتني. ساعات بفكر أصارحه وأرتاح من عذابي، وساعات أقول لأ، كده هخرب بيتي وهدمر حياة ابني وأهلي. أنا عايشة في سجن من اختياري، سجن السر، موجوعة من نفسي ومن ضعفي. إيه النهاية اللي ممكن نستفيد منها من القصة دي؟ الحكاية بتورينا إن الوحدة ممكن تكون أخطر شيء في حياة الإنسان. الوحدة مش بس إنك تبقى قاعد لوحدك. الوحدة الحقيقية هي إنك تحس إن مفيش حد فهمك أو مهتم بيك. وده اللي خلى سارة ضعيفة. كمان القصة بتعلمنا إن الخيانة زي البذرة، أول ما تتزرع بتطلع شجرة ندم وشعور بالذنب. شعور ما بيخلصش مهما حاولت تنسى. الذنب بيفضل عايش جواك وبياكلك كل يوم. أهم حاجة في الدنيا إنك تحافظ على الأمانة والثقة، لأن لما بيتكسروا صعب جدا يرجعوا زي الأول.